السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنسمي الله كده ونصلي على الرسول، نبدأ وصفتنا. هنعمل طبق الكشري الحلو اللي انتوا شايفينه ده، مطلب الجماهير، ومعاه شوية حمص الشام كده. الحاجات دي كلها حلوة وبتدفي في الشتاء. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول كده ونضغط لايك يا حبايبي. ولسه ما اشتركش في القناة يشترك وينورني كده في القناة. يلا نشوف بقى المقادير بتاعتنا. اول حاجة طبعا بننقع حمص الشام، بعد كده بنسلقه مع شوية ملح وشوية كمون. وده العدس ده عبارة عن كوباية عدس كده، بحطها تتسلق كده لوحدها. انا بحب اعمل كل حاجة لوحدها في الحلة بتاعتها، بعد كده بنركب الطبق زي ما احنا متعودين. باسيبه كده نص سوا وباروح طافية عليه، ما باسويهوش السوا الكامل، عشان بارجع بعد كده باحطه مع الرز. بعد كده عملت الصلصة، معلقة توم كده محترمة عشان نعملها صلصة زي صلصة المحلات تكون. هو التوم طبعا السر بتاعها بيخليها طعمها حلو جدا زي بتاعة المحلات، والخل اللي هنحطه دلوقتي. بنحمر التومة كده لغاية لما تصفر. طبعًا لو حطينا عليها الخل قبل ما تصفر ما بتديش ريحة خالص ولا طعم في صلصة الكشري. خلاص كده هي ادتنا اللون الحلو الجميل ده. هنضيف عليها معلقة كده ايه خل، كده بتديكي طعم الكشري او صلصة الكشري اللي احنا بنشتريها من بره، بتبقى جميلة جدا ولذيذة جدا. وادي شوية بابريكا اهي، وهنضيف عليها صلصة الطماطم. بعد كده لو عايزة تحطي شطة بتحطي، عاوزاها باردة أنا عملتها باردة، إنما انتوا بتحبوا الشطة حطوا عليها شطة. خلاص هي الصلصة كده اتسبكت معانا. ضفت عليها شوية مية بسيطة كده بتاع نص كوباية مية. بعد كده هنحط عليها التملحة بتاعتها اللي هي عبارة عن فلفل اسود وملح وشوية كمون، يعني معلقة فلفل اسود كده صغيرة برضو بتديها ريحة وطعم كويس. خلاص هي كده ايه استوت معانا وبتغلي غلوة. هنجهز بقى السلقة بتاعت المكرونة. المية بتغلي بنحط طبعا نوعين من المكرونة، مكرونة سباكيتي مع شوية مكرونة اللي هي الايه الفونيا المقصوصة الصغيرة دي. خلاص بتتسلق كده على النار ما بتاخدش وقت. بعد كده هي كده خلاص استوت. بطلعها بعد كده بصفيها طبعا. لو انت عايزه تشطفيها ما تشطفيهاش بميه بارده، بشطفها بميه دافيه برضو. واحط عليها برضو شويه زيت كده عشان ما تمسكش في بعضها، تبقى مفلفله معانا كده عشان واحنا بنرص الطبق. وادي شويه برضو فلفل اسود. انا بحب كل حاجه لوحدها احسن من كشري الحله لوحدها. طبعا مش كل الحاجات سواها زي سوا بعضها، يعني ولا المكرونه زي العدس ولا زي الرز، لا كل حاجه لوحدها زي المطاعم بالظبط. بعد كده بيضيفوا كل حاجه على بعضها بقى في الطبق. وهنعمل شويه رز اهوت، بصفر له بصله يدوبك كده تتصفر حاجات بسيطه. وادي بقى طبعا بجهز بقى الرز واضيفه عليها حبه بحبه كده. كنا ناقعين شوية رز برضو أي كمية انتي بتفضليها بقى على حسب أفراد الأسرة. وأدي العدس هيكمل السوا بتاعه مع الرز، عشان مش يبقى معجن لازم نطفي عليه كده نص سوا، يدوبك يغلي كده شوية غليتين تلاتة. وبعد كده بنضيفه على الرز. نحط طبعا المية يدوبك تبقى مغطية الرز كده برضو عشان مش يبقى معجن. وادي شوية ملح ما فيش غيرهم. نغطي على الرز ونسيبه علشان يستوي. دي بقى ايه طبعا البصل بتاع الكشري انا قطعته شرايح كده زي ما انتم شايفين، حطيت عليه شويه ملح بسيطه، ما نكترش عشان الايه ما يجيبش البصله ميتها. هحط عليه نشا، عايزه تضيف عليه دقيق ضيفي، بس هتلاقي النتيجه بتاعت النشا احسن بكتير من نتيجه الدقيق، بتديكي قرمشه حلوه جدا وجميله في الكشري. بيبقى زي الكشري اللي احنا بنجيبه من المطعم بالظبط، نفس ده سر البصل بتاعهم، بيبقى البصل بتاعهم حلو كده بالشكل ده، بنضاف عليه النشا زي ما حضراتكم شايفين. وادي البصله صوتها في شويه زيت غزير زي ما انتم شايفين كده، وجميله جدا باللون الاصفر ده. دي بقى الدقه الجميله اللي بتميز الكشري، عباره عن شويه ميه وعليها معلقه توم صغيره وشويه كزبره على كمون وشويه ملح، وطبعا في شويه اللي هو الخل والليمون.
بس بنقلبهم كده شوية بسيطة كده مع بعضهم عشان ينضافوا على الكشري. ويلا بينا نرص الطبق الجميل ده. ادي الرز ابو عدس اهو، شكله جميل ولونه حلو خالص. شوفوا مفلفل ازاي مش معجن. ونحط المكرونة، تبقى طبعا متعة. والواحد برص طبق الكشري المصري جميل جدا مفيش غنى عنه والكل بيحبه طبعا. احلى من بنجيبه من المطاعم طبعا، هتعمليه في البيت. وادي الصلصة اهيت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وادي البصلة الخطيرة. هنضيف بعد كده ايه شوية الحمص اللي سويناهم. طبعا لازم الحمص يكون منقوع قبلها بليلة وبنسلقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وبألف هنا وشفا. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.